ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده الفيديو مهم جدا عشان خاص بالسيدات اللي بيبعتوا لي اللي عايزين يجوا تركيا. ف انا النهارده هاديكم باختصار كده ايه الوضع وايه الشغل المتاح وانتي ممكن تيجي تعملي ايه. بصوا، اول حاجه انتي لو حضرتك معاكي لغه انجليزي عربي تركي التلاتة مع بعض، او تركي وعربي او تركي وانجليزي، تركي اساسي بيرفكت. ممكن تيجي تكوني سنك صغير، ممكن تيجي تشتغلي، هتشتغلي كول سنتر، هتشتغلي في كافيه بقى، تشتغلي في اي حاجة. ده هيكون الشغل متاح للسن ده لو انتي معاكي لغة تركية بيرفكت. تمام. طبعا الاعمار الكبيره ما بتشتغلش لا كول سنتر ولا بتشتغل في كافيهات. احنا هناخدها نقطه نقطه. الجزء التاني حبايب قلبي، الاصدقاء الزمايل اللي من 45 بقى وطالع بتوع التأشيرة الإلكتروني. أول حاجة حضرتك بتيجي الشغل هنا مصانع من 10 ل 12 ساعة. بتشتغلي واقفة في أغلب المصانع. البريكات على القد، مفيش حاجة اسمها فطار وغدا وعشاء، هي وجبة واحدة. 90% من الشغل مفيش حاجة اسمها سكن، ده كله نصب. اللي هيجيبك ويقولك بصي هوديكي على سكن وهوديكي على شغل وأكل وشرب، الكلام ده كله كلام تخاريف ومش حقيقي. إلا بسيط قوي، يعني في ناس قليلة جدا ملتزمة وربنا يبارك فيهم يا رب. دي حاجة. الحاجة التانية ان حضرتك اول ما بتنزلي السكن اللي هنا اللي هو بتاع البنات المختلط، مش بيكون سكن مصريات بس، لا انت بيكون معاكي بقى من كل الجنسيات، مغاربة، فلسطينيين، افارقة، بصي كل حاجة. وطبعا انت فاهمة القصص اللي بتحصل في السكنات المشتركة. اوكي، انا بنقلكوا الصورة كاملة. موضوع ان انت تيجي او ما تجيش دي حريتك الشخصية. تمام. بصوا، اللي عايزة تيجي فعلا وهتلاقي شغل كويس وهتلاقي فلوس كويسة، اللي معاها مهنة الخياطة، يعني اللي هي الست الخياطة، القسطة، البريمو، اللي بتعرف، الخبيرة، مش اللي بترفي ديل القميص ولا الفستان، لا اللي هي القسطة. دي هتيجي هتشتغل في مصانع كويسة ومرتباتها كويسة، بس برضو الشغل من 10 ل 12 ساعة. اوكي. دي حاجة. آه كمان مفيش حد بيشغل الناس اللي هي فوق ال45. مش بتشتغلي لا كول سنتر ولا بتشتغلي ويتر ولا بتشتغلي الحاجات دي كلها الأعمار الصغيرة. كمان انت بتروحي، بتبقي جاية بقى اللي بتقولك هنزلك تشتغلي في شركة ولا تشتغلي في مكتب. لا حضرتك ما بتشتغليش في اي حاجة من الحاجات دي خالص، بدل انت ما معكيش لغة تركية وسنك كبير ما بتشتغليش في الحاجات دي خالص. السيدات الافاضل اللي بيقولوا ان هم مثلا هيجوا بعد كده هيجيبوا ولادهم، الموضوع باختصار حضرتك هتيجي تكلفتك وانت جايه، التيكت بتاعك لوحدك، احنا هنحسب لوحدك. ماشي. عشان في ناس بتبعت لي رسائل تقول ان هي عايزه تيجي مع اولادها وكده، فانا هحسب لك تكلفتك لوحدك. انت هتيجي 15,000 ده تيكت وتأشيرة إلكتروني. بتيجي عايزة سكن، أول ما بتيجي بتدفعي مثلا قولي 7,000 لو انت هتسكني في سرير في غرفة في سكن مشترك. الإقامة بتتكلف حوالي 450 دولار، يعني بنتكلم في قولي 25,000 كمان. 25,000 و15 ادي 40. 40 و7 8 قولي 10 بالفواتير، يبقى انت كده 50,000 جنيه لوحدك علشان بس تيجي تدخلي البلد. اوكي. وتقعدي بقى وتستقري.
انت بقى عايزة تجيبي اي حد من اولادك، الموضوع طبعا بيدخل ان انت بقى بتأجري شقة، الشقة ايجارها لوحده بتدخلي لك بقى في 150,000 ليرة، عشان انت بتدفعي بقى شهرين وشهر تأمين وبتدفعي كوميسيون للمكتب وبتدفعي إقامة وبتدفعي كل القصص دي. فانتي بتدخلي في قصة ودايرة تانية خالص. قبل ما تاخدي القرار يا سيدتي الفاضلة لازم تحسبيها كويس. انتي مرتبك لو جيتي واشتغلتي في مصنع وقفتي على رجلك 12 ساعة، مرتبك هيبقى من 30 ل40 ألف. ده تبع خبرتك وتبع مجهودك والاوفر تايم وكل الحاجات دي. هنا اقل شقة ايجارها من 20 ل30 ألف. فانتي هتكوني مسؤولة، انتي ال10,000 ليرة انتي هتصرفي على البيت بيهم ازاي. انا مش بقولك ما تجيش، انا بنقلك الصورة والوضع. اوكي يا حبيبتي، احنا عندنا هنا كيلو اللحمة من 1000 ل1500 و1400 ليرة. عندنا يعني انا بقولك كيلو اللحمة بس، يعني بصي قارني بقى كل حاجة. المواصلات، اقل حاجة في المواصلات بتدفعي 50 و60 ليرة عشان تتنقلي من مكان لمكان. طبعا الاكل، يعني انا مش عايزة اقول اسعار الاكل عشان هي متغيرة، بس انا قلت اللحمة عشان هي المثال الاوضح. يعني ان انتي تدخلي الولاد مدارس، عايزة تيجي وتنقليهم وتدخلي الولاد مدارس. باص المدرسة ب7,000 ليرة. هي المدرسة مجانا، بس انتي لو المدرسة بعيد عنك وانتي في الشغل وابنك صغير، الباص لوحده في السنة ب7,000 ليرة. انا بقول لمحات كده يعني. حاجة كمان، حضرتك سنك مثلا، انا جات لي رسالة للأسف يعني من سيدة فاضلة شغالة في التعليم، عندها 58 سنة وعايزة تيجي. حضرتك يا سيدتي الفاضلة يعني مربية كريمة وعلى عينينا وعلى راسنا، فحضرتك هتيجي تعملي ايه هنا؟ هنا المدارس كلها بتشغل الناس الصغيرة في السن. انا نفسي لو جيت اشتغل معاهم محدش هيرضى يشغلني، كله عايز شباب عشان مرتباتهم تكون في الهادي. مفيش اي شغل مكتبي ممكن حضرتك تشتغليه، فحضرتك هتيجي تشتغلي في المصنع من 10 ل 12 ساعة. عندي فكرة لطيفة قوي بالنسبة للسيدات اللي هم مصرين بقى ييجوا. تمام، حضرتك روحي جربي في مصنع جنبك، روحي اشتغلي اي حاجة في اي مصنع جنبك، جربي اسبوع كده. قدرتي ان انت تشتغلي في المصنع على وقت العمل، انا معرفش بامانه يعني وقت العمل في مصر في المصانع ايه، او الدنيا بتمشي ازاي هناك. ف يعني روحي جربي، شوفي ان انت هتقدري تشتغلي في المصنع ولا لا. كمان هنا موضوع اللي هو يقولك ايه، تعالي واجيب لك والاكل 3 وجبات واخد منك $200 واوديكي الشغل. هو هيقابلك وهيجيب لك شغل وهيوديكي، يا اما الراجل اللي هو جايبهولك هينصب عليكي لانه متفق معاه ان هو يشغلك شهر مجانا، يا اما مش هيديكي مرتب، يا اما انت هتتعبي من الشغل وهتمشي. حاجة من ال3 دول يعني. الا من رحم ربي، برضو في ناس محترمة وملتزمة، مش عايزين نظلمهم في النص يعني، بس الاغلبية هم دول. فرجاء من السيدات الحلوات الجميلات، فكروا، احسبيها صح، خططي، اعرفي انت جايه تعملي ايه. لان ما ينفعش ان احنا نشوف سيدات مصر متبهدلين وكل شويه على جروبات، يا جماعه انا مش لاقيه سكن، انا قاعده في الشارع، يا جماعه الحقوني، يا جماعه انا اتسرقت، يا جماعه انا مش لاقيه شغل، يا جماعه انا مش لاقيه اكل. ده ما يصحش ان هو يكون لسيدات مصر الفضليات اللي احنا كلنا بنحطهم على راسنا من فوق. لو شفت ان الفيديو ده مهم ومفيد بالنسبة لك، اعمل متابعة، لان اصلا يعني الفيديوهات توصل 100,000 مشاهدة وفي الاخر مش بلاقي حد متابع. وكمان اعمل شير، اول مرة اطلب الطلبات دي بس علشان الكل يستفاد بيها. باي باي.